شمال يمين طلعوا المرشدين. ده كان فيديو شفته امبارح بعد ما خلصت الفيديو بتاع بيراميدز ونزلته، فكان واخدني عندي فضول اعرف ايه حوار شمال يمين طلعوا المرشدين دول. هل في مخبرين وسط الجمهور؟ طب ما احنا عارفين الكلام ده من زمان، دايما بيبقى في مخبرين وكده يعني، عشان لو حد قال ادب او كده يعني بيتعكش على طول. لكن النهارده الصبح كده وانا بشوف اخبار كده على السوشيال ميديا، وطبعا مش هقول اسماء مين يعني عشان خاطر الناس واحافظ عليها والكلام ده كله، عرفت ان المرشدين دول مش مخبرين، دول فعلا مرشدين. ومرشدين دول ايه؟ عباره عن جماهير او كبهات من النادي الاهلي، يعني مش من جوه، جماهير من جماهير النادي الاهلي، تمام. وكانوا هم من ضمن الاسباب اللي خلى الجماهير منقسمه. ودول كبهات لما بيلاقوا حاجات مختلفين جديد يعني عن النادي الاهلي، عن جماهير النادي الاهلي، ولما بيلاقوا حاجه مختلفه بيقعدوا ايه يشاوروا للامن او مش عارف ايه، ده مش كويس، ده مش عارف ايه. ويعني العيال الغلابه دي بتتمسك. والحبه دول او المرشدين دول مسيطرين بقالهم فتره على موضوع جمهور النادي الاهلي، وعشان كده احنا الفتره اللي فاتت دي كلها مش جمهور الاهلي مش هو اللي نعرفه. عشان كده لنا اعداد اكبر في ماتش المحله بره استاد السلام. واي مره بنروح جمهور النادي الاهلي بره استاد السلام بيبقى اعداد كبيره واعداد اكبر من اللي موجوده في استاد السلام، اللي هو المفروض الاستاد بتاعنا يعني. المهم يعني فالجمهور ده حضر امبارح، وبرده معاهم برده جمهور اللي هو اللي فيهم الكبات او الناس اللي مش مظبوطه، المرشدين دول. وطلع الهتاف ده، وكنت مبسوط جدا لما شفت الحوار على السوشيال ميديا، عرفت ان هو يا جماعه دول طلعوهم ومش عارف ايه وخلاص بقى والحمد لله مش هيبقوا موجودين تاني في المدرجات. وكنت فعلا مبسوط وكمل احتفالات لحد ما ضاقت شويه في الاخبار كده، وسالت كذا حد وبتاع برضه بدون ذكر اسماء عشان خاطر الناس يعني. فعرفت ان العيال دي لسه موجوده وما خرجوش ولا حاجه، ولا حاجه اتغيرت امبارح في الماتش من الجمهور. وفعلا الجمهور امبارح كان برده برغم انه كان شكله امبارح جميل جدا، بس ما كانوا فعلا منقسمين. والعيال الامنجيه المرشدين بتوع الحزب السياسي وات ايفر ايه ده، انا مش خايف من حد يعني، لسه موجودين برده بيعملوا مشاكل. وفي ناس من اللي عملت هتاف بتاع خرجوا المرشدين دول اتمسكوا امبارح. فاحنا يعني طب ايه بقى؟ طب ايه؟ يعني ما عادش فاضي. انا بقول امبارح في الفيديو ما عادش فاضي غير جمهور، هو الحاجه الوحيده الثابته. طب ايه بقى؟ هنفضل على كده؟ طب ايه دورنا؟ الدور بقى دور الاداره. تكمله بقى محمد، معلش بقى يا استاذ محمد سراج، انت بما انك انت ماسك الملف ده لازم انت تحمي العيال، لازم تحمي العيال بتوعنا، لازم تحمي جماهيرنا الحقيقيه، الكبهات الحقيقيه اللي بيعرفوا ازاي يشجعوا النادي الاهلي، مش الامنجيه، مش العيال التانيه اللي كل ما حد حاجه مش عاجبهم يشاوروا العيال تتمسك. العيال دي محتاجه حمايه مننا ومحتاجه حمايه منكم، وتقعد معاهم، والعيال دي يكون ليها تصريحات ويكون تصاريح يعني مخصوصه، ويكون لهم حمايه حتى من بتوع الامن. مش اي حد يشاور عليهم، حتى بتوع الحزب السياسي دول او الناس التانيين دول يشاور عليهم فيتمسكوا. مش هيلاقي بعد كده جمهور. النخوره وسط السوس ده وسط الجمهور مش حاجه كويسه خالص خالص. ده اكتر حاجه مهمه في النادي الاهلي الجمهور. وحتى رئيس النادي الاهلي الخطيب قال اهم حاجه ولعيب رقم 1 و12 و11 وكل حاجه الجمهور. فمش هينفع يكون في سوس بيدخل جوه الجمهور، ده حاجه خطيره جدا. ده اهم من اي حاجه، اهم من اللعيبه واهم من المدير الفني واهم من الاستاد واهم. الجمهور نحافظ عليه، عشان ده الحاجه الوحيده، الوقود اللي بيحرك كل اللعيبه وبيحرك كل المنظومه كلها. فلازم نحافظ على الجمهور اللي بيحضر في الملعب، مش الجمهور بس في السوشيال ميديا، مش الجمهور اللي قاعد في البيت بيتفرج. جمهورنا يا جماعه اللي بيحضر في الملعب حافظوا عليه بالله عليكم يا جماعه. الاداره لازم تتحرك، سراج لازم يتحرك في الحوار ده بجد، يقعد مع العيال، مش الكبات الثانيه المرشدين دول الامنجيه دول، لا، يقعد مع الكبهات اللي بتوع الجمهور اللي حضر امبارح اللي هو الحقيقي بقى، يقعد معاه ويتناقش معاه ويشوف معاه ويشوف طلباته ايه ويشوف يريحه ازاي وازاي يقدر يحميه. الموضوع ده مهم جدا 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 يا جماعه. اي حد هيبعت لي اي خبر او اي حاجه عن اسماء العيال المرشدين دول انا هنشرها على طول ومش هخاف. في ناس تانية طبعا ربنا طبعا مقدر طبعا موقفها ووجودها والظروف وبتاع، فانا مقدر موقفهم، لكن انا مش هخاف الحوار ده. فاي حد عنده معلومات يبعتها لي على طول، اسامي بقى، صور، فيديوهات، اي حد من هم بيشاوروا للامن ان هم يمسكوا العيال دي، اي حد مع اي حاجه يبعتها لي على طول وانا هنشرها على طول، مش هنخاف. احنا مش هنخاف، مفيش اهم من جمهور النادي الاهلي، نحافظ عليه عشان بعد كده. انا كان لازم اطلع بسرعه اقول لكم الكلمتين دول واقول اللي عندي. حوار مهم جدا جدا يا جماعه، ولازم يعني يا جماعه معلش لو شفت وصلت الفيديو ده لايك. انا عايز فعلا بجد، انا عايز اكتر ناس تشوف الفيديو ده عشان تقدر تبعت لي اي حاجه. انا مش باصص لحاجه تانية، انا باصص ان اللي انا بقوله ده يوصل لاكبر عدد ممكن، عشان اي حد خايف واي حد عنده معلومات واي حد عنده محتوى على اللي بيحصل في المدرجات وعايز الموضوع ده يوقفه، يا ريت يبعت لي على طول وما يتاخرش. في نهايه الفيديو زي ما قلت لك كده اعمل لايك
واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. سلام.